السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نزلت بقى وعمرت البيت بالخير، جبت شوية خضار كده حلوين، وجبت شوية بامية كده حلوين هنخزنهم معاكم على القناة بطريقة جميلة جدا يا حبايبي. وجبت طماطم، وجبت جزر، وجبت خيار وخضرة وجرجير وبصوا وبطاطس وبصل، بصوا حاجة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجبت ليمون كمان. يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اشتراك بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات عشان كل وصفة من وصفاتي توصل لكم إن شاء الله. وجبت كرنب بقى إن شاء الله، جبت حتتين كرنب كده عشان عندنا عزومة، فجبت بقى إيه حتتين كرنب، وجبت ملوخية هنخزنها معاكم بردك بطريقة حلوة جدا. يعني بسم الله ما شاء الله الأسعار حلوة. أقول لكم بقى الأسعار، هجيب لكم الأسعار كده إن شاء الله، هقولها لكم وانا بتكلم معاكم كده. حبايبي واخواتي في الله، ما تنسوش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. هنبدأ ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نقول الاسعار. انا جبت البامية هنا يا حبايبي عشان نخزنها ان شاء الله. البامية كيلو ب45 جنيه، كانت بتقولي ب50 وجبتها ب45. وفي اماكن تانية بتبقى ب30 و35. بس بقى استغلال التجار بقى ايه، ما شاء الله عليهم. بس هي بامية بلدي اللي بخزنها، بحب انا اخزن البامية البلدي اللي هي حمرة، فيها حتة حمرة كده. في بامية نوعين يا حبايبي، في البامية الخضراء اللي هي الطويلة ديت، وفي البامية الصغيرة اللي هي فيها حتة حمرة. هي دي اللي بلدي يا حبيب قلبي. ناس كتير تقول التانية اللي بلدي، لا هي دي اللي بلدي بتاعتنا بتاعت البلد، طازة كده وجميلة. بصوا بسم الله ما شاء الله. جبت الكيلو ب45 جنيه. جبت كمية حلوة بسم الله ما شاء الله، هنخزنها معاكم وهنعملها فيديو معاكم بإذن الله. أنا كنت عملتها فيديو قبل كده، بس أنا بحبكم تشاركوني، بس دي بطريقة مختلفة جدا عن الطريقة اللي أنا عملتها قبل كده. طريقة هتدعولي عليها. أنا عملت تخزين البامية بالطريقة ديت، هتدعولي عليها. بسم الله ما شاء الله جميلة جدا يا حبيب قلبي. البامية الحمراء ديت هي اللي دي بلدي يا حبايبي، اللي هي فيها حتة محمرة كده شوية. بصوا أهي، أنا بشاور بصباعي. البامية ديت هي اللي بتبقى تخزين وجميلة جدا، وبصوا عسل. أنا بفضل ديت. انتوا حابين تخزنوا التانية مفيش مشكلة، بس أنا بحب البامية اللي هي فيها حتة حمرا ديت، فيها حتة خضرا وفيها حتة حمرا. البامية دي البلدي يا حبايبي، بلدي البلدي يوكل يا جماعة والله. هنقلب بس كده نشوف فيها، لو فيها الوردة بتاعتها اللي بتبقى طالعة من الغيط ديت، بتبقى فيها نقيها كده. تمام. وهنشيلها في التلاجة كده، نعملها فيديو معاكم ان شاء الله يا حبيب قلبي. حاجه كده بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي كده واذكروا الله في الكومنتات، وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. حبايبي ومتابعيني وحبايب مطبخ انا عبده، تنوروني كده اكتبوا لي في الكومنتات كده بتتابعوني من انهي البلد، عشان انا بحب كومنتاتكم. انا بحبكم تدعموني يا حبايبي، انتوا كلكم اخواتي وانا بحبكم في الله. تمام. هنقلب بس فيها كده علشان نشيل لو فيها ايه الورده اللي هي بتبقى طالعه في بوز الباميه ديت. اول ما الباميه بتنبت وتطلع، بيبقى في ورده كده بتبقى في بوز الباميه من قدام، في بوز القرن. ننضفها كده عشان لما نيجي نغسلها تبقى نضيفه معانا. تمام. تعالوا بقى نخش على الاسعار بتاعه الخضار كده اللي احنا جبناها النهارده. اسعار الخضار جميله جدا يا حبيب قلبي، بسم الله ما شاء الله. بس الباميه يعني اللي معانا هنا، جبت اللهم صل على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا جبت هنا الخيار الكيلو ب17 جنيه. تمام. الخيار هنا الكيلو ب17 جنيه يا حبايبي. ما تنسيش اللايك يا عسل عشان اللايك بيرفع الفيديو يا عسل. حبايبي واخواتي وكل متابعين مطبخ هناء عبده، تنوروني بره مصر وجوه مصر. حبايبي واخواتي انا بحبكم في الله. وجبت البصل هنا، جبت بصل للمحشي بقى، نعمل محشي بقى والعزومه بقى وايه. البصل هنا ب15 جنيه، والجزر ب10. تمام. انا ما عجبنيش الجزر الصراحه، ما نقيتش منه كتير، ما عجبنيش كده، جبت نص كيلو بس. فانا بجيب كميه جزر كبيره حلوه، فلما نحتاج نجيب. البطاطس هنا ب12 جنيه ونص يا حبايبي. الفلفل ب12 جنيه مشكل كده. وانا جبت النهارده بقى فلفل بلدي. انا هعمل لكم الفلفل البلدي ده بقى، بصوا معجزه. الفلفل ده الكيلو ب20 جنيه، اغلى من التاني بس صغير قوي. مش صراحه ربنا هو مش عجبني، بس رجعت قلت ده ممكن يتخلل جميل جدا. القرن صغير حتى لا يتحشي يتحمر يتعمل، بس انا قلت هخلله معاكم واعمله لكم. هعمل لكم فيديو ان شاء الله مخلل مشكل كده. تمام. اللهم صل على الحبيب النبي محمد. الطماطم جبتها ب5 جنيه. هي ب5 جنيه وب6 ونص، احسن طماطم تفاح كده. وجبت ليمون يا حبايبي، كيلو الليمون ب10 جنيه.
ونصيحة لما تجيبوا الليمون جيبوا الليمون الاخضر بيقعد فترة اطول في التلاجة. تمام. الليمون الاصفر لما بيقعد بيصفر اكتر وبيبوظ ويضرب. هنا بقى الكرنبايه العسل دي انا جبت الكرنبايه ديت، جبت الاتنين ب50 جنيه. كرنب رفع شويه كده بس حلو ما شاء الله يعني، اللهم صل على النبي. جبت الكرنبتين ب50 جنيه يعني وسط كده. اللهم صل على النبي، عشان عندنا عزومه زي ما بقول لكم. هبقى اصور لكم الحاجه وانا بعملها كده ان شاء الله. اللهم صل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جبنا ايه تاني، جبنا ملوخيه بقى زي ما قلت لكم. الملوخيه احنا هنعملها معاكم فيديو ونخزنها بطريقه حلوه قوي قوي. يا ريت تتابعوا الفيديوهات بتاعتي كده هتعجبكم. وجبنا طبعا طالما جبنا كرنب ومحشي لازم خضره المحشي. خضره المحشي يا حبايبي مشكله كده. بكتر في الشبت، نصيحه برضك كتروا في الشبت والكزبره. وحطوا حزمه بقدونس على الكميه اللي انتوا تعملوها. لان البقدونس ده بيخلي المحشي جميل جدا يا حبايبي. مشكل يعني تشكيله يعني. هنا بقى جبت الملوخيه الكيلو، اللهم صل على النبي، ب5 جنيه. جبت ال2 كيلو ب10 جنيه، هخزنهم معاكم على القناه. ال2 كيلو بكام؟ ب10 جنيه. تمام تمام. اللهم صل على الحبيب، صلوا على النبي كده قلبكم طيب ان شاء الله. جبت ايه تاني يا هناء؟ جبت ايه تاني؟ جبت وعمرت البيت بالخير ان شاء الله. حاجه كده. وانتوا لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش في اللايك يا حبايبي. كل متابعيني اللايك بيرفع الفيديو. واللي ما اشتركش في القناه يشترك. في كلمه اسمها الكل دوسوا عليها. علشان اي وصفه من وصفاتي توصل لكم حبايب قلبي. صلوا على النبي كده واذكروا الله. اللهم صل على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا بحبكم في الله حبايبي، بقول لكم اعملوا لايك صلوا على النبي كده واعملوا لايك. ما تنسوش اللايك ها. الكرنبايه العسل دي اهي بقول لكم اعملوا لايك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني اللهم صل على النبي. شويه خضار حلوين، والخضار هو اللي غالي، بس الباميه شويه ب45 جنيه وب50. ما نزلتش لسه قوي يعني، نزلت تقريبا رفعت تاني. ما اعرفش، بس هي حلوه يعني ما شاء الله، بتتخزن بتدنها عندنا طول السنه. جميل. المعلومه بتاعتي يا حبايبي اللي بقول لكم عليها في الفيديو. لما تيجي تشيلوا الكرنب مش هتعملوه النهارده. الورقه الخضراء ما تشيلوهاش. المعلومه ديت هتفيدكم جدا. تمام. ويا ريت ما تحطوش تحت مروحه وتسيبوه مكشوف. لان المروحه بتنشف الورق. ممكن نشيله لو في رف في التلاجة من تحت كده. بورقه زي ما هو كده بورقه. تمام. لو شيلنا الورق واحنا مش هنعمله النهارده المحشي الكرنب ده. الكرنبايه هتدبل. وهتبقى مش حلوه. فالورق الخضراء اللي هي في جسم الكرنبايه من بره. بتحفظها انها تعيش معانا. تقعد يوم تقعد اتنين. حبايبي بقى كده ما تنسوش تحطوا اللايك. دعما للقناه وخشوا كده فيديوهاتي هتعجبكم جدا. انا قناتي قناه طبخ جميله جدا هتعجبكم. محتوى طبخ جميل بسم الله ما شاء الله. انا بحبكم في الله، تسلموا لي كلكم وكل متابعين.